لا ينكر أحد عاقل أن مبلغ الذكاء قد وصل عند ألبرت أينشتاين العالم الألماني الأصل، فمن سمي بأبي النسبية كان له الفضل في تفسير العديد من الظواهر العلمية التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في إثباتها. حصل ألبرت أينشتاين على جائزة نوبل سنة 1921 عن ورقة بحثية حول التأثير الكهروضوئي، ولكن هل كان يستحق جائزة نوبل فعلا؟ أو على الأقل هل كان جديرا بها لوحده؟ أم كانت هناك من تستحق أن تتقاسم معه المكانة العلمية لحامل جائزة مخترع الديناميت؟ كان أينشتاين منذ صغره ذو مغامرات نسائية متعددة، رغم أن شكله لا يوحي بذلك.